مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الرياضية، ونبدأها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تابع عشاق كرة القدم حول العالم واحدة من أقوى مواجهات الجولة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025، والتي جمعت بين ممثل الكرة الإفريقية نادي الوداد الرياضي المغربي ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي في لقاء احتضنه ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا. المباراة انطلقت بسرعة قياسية، وجاء الهدف الأول مبكرا جدا، ففي الدقيقة الثانية فقط نجح نجم السيتي والمنتخب الإنجليزي فيل فودن في افتتاح التسجيل، مستغلا كرة مرتدة من الحارس مهدي بن عبيد ليضع فريقه في المقدمة مع أولى أنفاس اللقاء. وعلى الرغم من الهدف المباغت لم يستسلم الوداد، بل ظهر بعزيمة واضحة ورد فعل قوي كاد أن يترجم إلى هدف التعادل في الدقيقة 10، حين ارتدت تسديدة قوية من عمر المترجي من القائم في أبرز فرص الفريق المغربي خلال الشوط الأول، لكن أفضلية السيتي استمرت وترجمت بهدف ثان قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق عبر البلجيكي جيريمي دوكو، الذي تلقى كرة مقوسة من ركنية متقنة نفذها فودن ليضاعف النتيجة بتسديدة خادعة من داخل منطقة الجزاء. في الشوط الثاني خفض مانشستر سيتي من وتيرة اللعب، لكنه حافظ على سيطرته المطلقة على الكرة، وبدوره أجرى المدرب بيب غوارديولا عدة تغييرات لتعزيز التوازن بين الخطوط بإشراك كل من إيرلينغ هالاند ورودري، فيما حاول الوداد اقتناص فرصة لتقليص الفارق دون أن ينجح في الوصول إلى مرمى الحارس إيدرسون. المباراة شهدت توترا واضحا في دقائقها الأخيرة بعد تدخل قوي من الظهير الشاب ريكو لويس على مهاجم الوداد سامويل أوبينغ، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، وذلك بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ليكمل مانشستر سيتي المباراة ب10 لاعبين. انتهت المواجهة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد ليضع أول 3 نقاط في رصيده ضمن المجموعة السابعة، معززا بدايته بثقة نحو الحفاظ على اللقب. ما الوداد الرياضي ورغم الخسارة فقد ترك انطباعا إيجابيا بأداء قتالي وتنظيم دفاعي محكم، واعدا بظهور أقوى في مباراته المقبلة أمام يوفنتوس الإيطالي. فنيا تألق في هذه المواجهة فيل فودن الذي سجل وصنع، وكان رجل المباراة بلا منازع، فيما أظهر الوداد شجاعة تكتيكية وقدرة على مجاراة أحد أقوى أندية أوروبا رغم فارق الخبرة والإمكانات. مشاهدينا، نبقيكم على تواصل مستمر مع مستجدات البطولة العالمية ومباريات الأندية العربية المشاركة فيها. ابقوا معنا لمزيد من الأخبار الرياضية. رغم النتيجة يظل الأداء مشرفا، ويؤكد أن الحضور المغربي في المحافل العالمية بات علامة ثابتا على الطموح والروح التنافسية. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي بكم في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء على شاشة ماروك تي في.